ندى، ازيك؟ الحمد اخبارك لله، ايه؟ كل حلو. اولا، اخبارك ايه في المطبخ؟ مطبخ ايه؟ مطبخ. بما انه ينفع ده ما اقل حاجه، اجاوبش؟ اقل حاجه بتتزار اتوقع. لا على فكرة طبعا ده انا بعمل شوية محشي فظاع. لا مثلا ده لما بتخشي المطبخ، بس لما بتنزلي الحلقة حضرتك. الجاية هجيب لك صينية محشي تدوقها. بجد؟ طيب يعني في خلاص. الأوقات الصغيرة اللي بتبقى بروميس. عندي على الأرض. انا هستنى. اتفقنا. اولا انا مبسوط جدا انت معايا النهارده، وبجد طاير من الفرحه. انت طبعا اكيد حاسه كلمه طاير دي يعني لمست فيكي حاجه، مش صح؟ لازم بالفرحة، يعني احنا بنطير في أي بنتي، وقت. ما طبعا يعني ما هو ده الغريب بالنسبه لك. انا عارف ان انت يعني قاعده مضطره دلوقتي ان انت المفروض تبقي فوق، بس مبسوط انت معايا النهارده، وتبقى حلقه لطيفه ان شاء الله. وطبعا هو الناس هتفهم احنا بنتكلم طاير من الفرحه دي ليها علاقه جدا بالتوبيك بتاع النهارده، وهو الطيران. لان يا جماعه اللي ما تعرفوش ان ضيفتنا النهارده هي دايما طايره. يعني هي دلوقتي دي حاله نادره ان هي تبقى قاعده معانا على الارض كده يعني. عشان كده سالتها اخبارك ايه في المطبخ. في اعتقادي الناس بتنزل تاخد عربيتها تركب مواصلات تروح، لكن تفضل طايره طول الوقت ده صعب قوي. فاحكي لنا كده وقول لنا ان بريف ايه اخبار الطيران. ده موضوع كبير وقصه كبيره قوي. ماشي. هو مبدئيا يعني مدربين الاير سبورتس عامة بيختلف بقى الفريكونسي بتاعت ان هم بيطيروا قد ايه. يعني باراشوتنج اه، غير مش سكاي كل يوم دايفنج. يعني. مش كل يوم. اه، اوكي. في ناس بتعملها كل يوم، بيبقوا فيري بروفيشنال وبيطلعوا كل يوم، بيبقى خلاص عندهم القابلية دي. بس مش دايما، ومش كل الاير سبورتس هي نفسها. يعني المدربين بتوعها او حتى اللي بيلعبوها مش شرط يكونوا بيقدروا يطلعوا كل يوم. في ناس كمان بتطلع في اليوم 4 و5 و6 و7 مرات. اوف. فعلى حسب بقالنا كام سنة بنلعب، بقالنا كام سنة مدربين، بيعتمد عليه حاجات كتير. هي بس انا مش مشكلتي في ان الطيران كل يوم، انا مشكلتي في فكره ان حد يقرر يرمي نفسه صح. من حته عاليه بقى، من طياره. ما بتخافيش يعني؟ كل مرة بخاف، ولو حد ضحك عليك وقال لك ان هو كل مرة حتى لو دي القفزة 1500 ما بيخافش، لا هو احنا بني ادمين بجد؟ طبيعيين. فطبيعي ان لما بتبقى واقف على باب طيارة وهتنط لازم بيكون في ده الادرينالين بيعلى، طبيعي. وطبيعي ده طبيعي. فبنخاف. بس انك تخاف وما تعملش حاجة، او انك تخاف وتعمل. وتبوش نفسك. ما هو ده الجبروت بقى، ان انت جبروت، تبقي ما احنا خايفه انا جبروت فعلا. وبتنطي يعني. انا اذكر ان انا عملت مره جامب، بانجي جامب، امين. لحد ما انا تحت على الارض انا في توه بقى. انا 7 دي بسيطة، ده رجاله، ايه يا بريدج جماعه بسيط. 100 متر بس؟ لا ده انا مفيش حاجه 200. زود لي الكور دي، عارفه انت. لكن اول ما طلعت فوق الموضوع اختلف تماما. يعني ان انا اخد قرار ان انا ارمي نفسي، وبعدين انا عملتها وانس. انت ده كاريرك، انت يعني بتشتغلي الشغلانه دي. كمدربين لا، يعني هي بتبقى احنا حتى كمدربين او بندربنا حد اول مره بينط، الفير طبعا بيبقى درجته مختلفه، الخوف طبعا. بيبقى على درجات مختلفه. بس ستيل انت عندك الرهبه بتاعت انك بتنط من طياره، بتنط من فوق جبل، حتى هتطير من الارض. بس ستيل يعني انت في حته مش بتاعتك، احنا يعني بتاعتنا الارض. احنا طبيعيين يعني، الخوف ده طبيعي يعني. طبيعي طبعا طيب طبعا. الحمد لله. هي بس الاير سبورتس كتير، هما في اير سبورتس كتير ومختلفين. كلمينا بقى عن انواع الاير سبورت. اتوقع اه ليها آه. يعني مفهومنا احنا ما نعرفش حاجات كتير في الاير سبورت، بس اللي اعرفه ان في انواع كتير في الاير سبورت. ايه هي بقى الناس انواع الاير عامة سبورت؟ بتربط أي باراشوت أو مظلة بتشوفها في السماء بإن هي اير سبورت، فهقسمهم لك كده بكاتيجوريز مختلفة يعني. حلو. أي حاجة بتتشاف في البحر زي الباراسيلينج مثلا، اللي هي بيتربطوا في شرم الشيخ والغردقة أو الساحل وكده بحبل في المركب. لانش كده بالظبط، ده اسمه باراسيلينج. في كمان الكايت سيرفينج، ده بيبقى برضو بوينج. الحاجات دي كلها بتتشاف الوينج بتاعها، بس دي مش بتعتبر اير سبورتس قوي، هي بتعتبر اكتر سي سبورتس ووتر زي سبورت يعني. الووتر سبورتس، زي الويند سيرفينج والحاجات دي. احنا بقى بنبدا الاير سبورتس عندنا كذا كاتيجوري. في نط من الطيارات زي الباراشوتنج والسكاي دايفنج. حلو. في بينط من فوق هيلز او جبال، فده زي الباراجلايدنج. وفي كمان ان ممكن تبقى واقف على الارض وتطير. ممكن تكون شفت او لا ناس بتطير بمروحه كده متعلقه، لابسين مروحه تحس ان هو وبيطيروا. راكب او لابس مروحه كده على سوبر هيروز ظهره. فعلا. ايوه. فدي بتبدا اصلا من الارض. اوكي. فده باختلاف بقى شكل الباراشوت، باختلاف الهايتس والالتيتيودز، الارتفاعات اللي بنطلعها، باختلاف تدريبها. مختلف، سبورتس مختلفه تماما عن بعض. يعني ما نقدرش نقول عليهم كلهم رياضه جويه واحده، هم اوكي، مختلفين مختلفين. فعلا، وكل واحد بيبقى متخصص في حاجه فيهم.
الباراشوتنج مثلا مختلف عن بقيتهم كلهم في ان هو الباراشوت بتاعته مدوره. يمكن في الافلام بتاعت الجيش وكده الجيش بينطوا دايما بالباراشوت اخضر كده او أيوة او جراي بالظبط. مدور. دي متخصصه بس الباراشوتنج او اللي هو القفز بالمظلات اسمه. اوكي. في بقى السكاي دايفنج والباراجلايدنج والباراموتور، الحاجات دي كلها لا الوينج بتاعها بيكون مستطيل اللي هو اللي بتشوفه هو قريب مثلا. من بتوع الووتر سبورت اللي هو شكل بالظبط بيبقى نفس شكل الباراشوت ده شويه. فده فرق الشكل الباراشوت. طبعا برضو فرق الالتيتيودز الارتفاعات. الباراشوتنج بيبقى شويه من ارتفاعات اوطى من السكاي دايفنج. برضو بيكون في فرق كبير في ان احنا بنقع فري فول قد ايه. يعني السقوط الفري فول ده اللي هو السقوط ده الحر اللي هو زي ما بتشوف ارتفاع. بيعملوا اشكال مثلا وحاجات بتشوف الحاجات دي كتير. ده في السكاي دايفنج مثلا بيكون طويل شويه اطول بكتير لان انت بتطلع ارتفاع كبير أعلى. بالظبط وبتبدا تعمل يعني تعمل فري فول او سقوط حر لحد ما بيكون الارتفاع المناسب انك تفتح الباراشوت. لكن الباراشوتنج بيكون اوتوماتيك مثلا 3 ل 5 ثواني بالكثير بيكون الفري فول وبعدين الباراشوت بيتفتح كمان اوتوماتيك من الطياره. الباراجلايدنج بيكون اصلا مفتوح. المظله بتكون اصلا مفتوحه وبتجري بيها وبعدين بتنط من فوق الجبل وبتبدا بقى تعمل كنترولنج يعني يمين شمال الفرامل الحاجات دي كلها. الباراموتور بنتحرك من الارض بتبقى في الارض والموتور ده او المروحه زي ما بتقال بتبدا تشتغل وبعدين بتبدا تطير. بما انك كلمتينا عن الاير سبورت بانواعه خلينا نرجع كده ستيب باك واسالك انت امتى ابتديتي موضوع الاير سبورت ده؟ امتى نورت معاكي ان انت حابه تعملي الموضوع ده؟ لان الناس العاديه ممكن يستهويهم الموضوع ان انا اجربه وانس. انا نفسي اعمل مره سكاي دايف نفسي اجرب الباراشوتنج بس ان انا اخده كارير واحترفه اكيد كان ليها بدايه. فاحكي لنا كده بدايتك اصلا من اول دراستك ايه ووصلتي الموضوع ده ازاي؟ هي دي قصه حزينه عامه بجد؟ لا ليه؟ قولي. انا اصلا ماليش علاقه بالسبورتس يعني مش خريجه تربيه رياضيه ولا حاجه. انا خريجه ألسن الماني. كنت في اللغات بعيد خالص. وبعدين وانا طول ما انا اصلا بحب الادفنتشر اكتيفيتيز وسبورتس طول عمري يعني. كنت بلعب تجديف طول عمري وكيك بوكسينج وبحب الحاجات اللي فيها شويه ريسك دي ريسك. ف خلي بالك ربنا يجعل كلامنا خفيف. كنت وانا قبل ما اتجوز بتكلم مع اهلي ان انا نفسي اعمل باراشوتنج جدا. كان هو الحاجه الوحيده المتاحه تدريبها في مصر ايام ما انا كنت لسه صغيره يعني. كممارسه ولا كتدريب؟ كممارسه اصلا ان انا اتدربها في مصر. عايزه اعمل باراشوتنج انط عايز يعني. فطبعا بابايا اول ما سمع قال لي انا عندي ولد وبنت مش هنطط البنت من الطياره والموضوع انتهى. وسخريه القدر ان دلوقتي بنته وابنه الاثنين بينطوا من طيارات دلوقتي. اخويا كمان دخلت نفس فالحرمان تقريبا. لا شغف بس يعني هي برضو ما هي عشان كده بسألك هو امتى قررت يعني القرار الاولاني ده صعب قوي. الموضوع بقى اتنسى واتجوزت وخلفت بنتي الاولانيه وبقى عندها 2 سنين ودخلت بقى في موال الاطفال والماذر هود والحاجات دي كلها. كنت سايبه شغلي شويه وحصل عندي مشكله كده في حياتي. كنت في وقت سخيف بالنسبه لي في حياتي وقلت بقى انا يعني كنت قاعده في المكتب في امان الله كده في الشغل. قلت لا انا عايزه ارجع انا عايزه اعمل حاجه مختلفه تخليني يعني اطلع النيجاتيف انرجي دي كلها. فعملت سيرش بسيط جدا على فيسبوك كتبت باراشوتنج. انا من اسكندريه فكتبت باراشوتنج الكسندريا. قلت طبعا مستحيل الباراشوتنج هيبقى في القاهره. ايام ما انا كنت بدور ما كانش فيه قوي في اسكندريه حاجه. فلقيت طلعت لي بيج الكسندريا باراشوتنج. دخلت عليها لقيت ان في راوند شغاله يعني لسه البوست كان امبارح ان في راوند شغاله وعندهم قفز يعني اخر الشهر. ففي ساعتها قبل ما فكرتش ثانيه رحت رافعه سماعه التليفون ومكلماهم انا عايزه اشترك. فحتى المدرب وقتها قال لي مسكده هتنطي فعلا ولا هتيجي وتخافي في الاخر؟ قلت له لا ما تقلقش انا ما بقى بابا لسه ما جوش دلوقتي بعدين انا متجوزه بقى ست متجوزه مسؤوله من جوزي. بالظبط. فقالوا لي لا ممكن تيجي بكره. قلت لهم بكره يعني بكره ده اللي هو على طول بكره عندنا تدريب. الفرقه اوريدي بادئه بقى لها اسبوعين ممكن نعوض لك اللي فات لان اسبوعين وهيكون في طياره. بس فكنت قاعده في الشغل صاحبتي اللي جنبي بقول لك ايه انا هعمل كذا يلا بينا. طبعا دي صاحبتي المجنونه اللي لحد دلوقتي بنعمل كل حاجه مع بعض برضو. يلا بينا. واحد كمان معانا في الشغل رحنا طالعين احنا الثلاثه ورحنا تاني يوم التمرين لانهم اوريدي بادئين. اتمرنا اسبوعين وجت يوم القفز الفجر صاحبتي حصل لها حاجه مش هينفع تطلع. حصل لها حاجه مش حصل لها حاجه بصراحه. لا هي مامتها ما رضيتش خالص. بس هي ما خافتش
مش لا حصل لها خالص، panic بس زي ما مامتها الناس خافت حصل لها؟ جدا، حصل لها بانيك كده وقالت لا مش هطلعها. فبقيت انا يعني مني كده للطياره. جوزي طبعا كان يعني مش موافق قوي، بس كان اوكي لو انت حابه الموضوع اعمليه، واهلي برضو هو نفس الموضوع، فخلاص بقى اي فقدوا زوج الامل. هيوافق على الموضوع ده بالظبط. يعني ما اعتقدش في وانا اي اصلا زوج كنت في هيمانع يعني. مرحله اللي هو يا رب الباراشوت ما يفتحش بقى خالص، لا نخلص بقى ف بس كانت البدايه. وبالصدفه وقتها كان عندهم كانوا محتاجين مدربه بنت، يعني انا خلاص رحت الطياره وعملت ونطيت. الجامب. الاكسبيرينس كانت رهيبه، حلوه. الادرينالين فظيع. واحنا راجعين قبل الطياره بيكون في زي اختبار من برج، بننط من برج بعد عشان التدريب. بعد التدريب في الاخر خالص، عشان اوكي. يتاكدوا ان حد عنده قلب شويه ان هو ينط. فبننط من برج قصير كده، بس فكره انك اصلا تجامب او تنط لوحدك يعني. زي نطة القفز بتاعت الشرطة الثقه كده، او نطة بالظبط الثقة كده، زي ما بالظبط اللي حاجه زي بينطوا كده. بس بس دول هي بينطوا في زي زيب البول. لاين، يعني مش يعني بننط، يعني وقتها بنشوفهم بتنط بس بتنزل على زيب بتوع لاين الجيش كده. كده، بنشوف الصاعقة بالظبط كده، والجيش بيتدربوا exactly. نفس اوكي. بالظبط. فوقتها انا كنت عامله حلوه قوي. فالمدربين وانا راجعه من الطياره احنا عايزين مدربه بنت، لان كتير بيكون في التدريب ساعات بنحتاج نمسك ايديهم عشان يتدربوا على حاجه معينه، فمحتاجين مدربه بنت تحبي تبقي معانا. فقلت لهم انا بشتغل فول تايم وعندي طفله 2 سنين، طب جربي. اتكلمت مع جوزي، اوكي مفيش مشكله جربي برضو، بس يعني شوفي هينفع مع مواعيد ولا لا، لان كان انت لما بتدخل في جزء التدريب البروفيشنال بيبقى في الكوميتمنت، وانت مسؤول عن ارواح بقى اولا. طبعا ثانيا ايام بقى كوميتد ليها، لازم 3 أو 4 ايام في الاسبوع تكون موجود 3 أو محتاجة 4 ساعات. تركيز ومحتاجة تبقي وانت حرفيا مسؤول عن حياه 60 بني ادم على الطياره. لو نسيت حاجه تدربها لهم، او حد غاب ونسيت تقولها له وحصل له حاجه، فدي مسؤوليتك يا يعني. نهار ابيض. فقعدت افكر شويه، بعد كده قلت خلاص يعني بالصدفه جت كده فهجرب. المهم اخدت الدوره، حاجه زي تريننج، دوره اسمها مساعد معلم. وبعدين بتبقى دوره، بعدها بيكون في دوره معلم، ووقتها كله بتبقى يعني شادوينج، او بتبقى جنب المدربين، بتتعلم منهم بيدربوا ازاي. بتشوف طبعا السبورت دي من ناحيه المدربين اللي هي مختلفه خالص. يعني كانك بتنزلي مساعد مدرب، فبتشوفي اللي بيحصل لحد ما تبقى عارف experience. تمسك فرقه. أوكي. وهكذا بقى الدنيا يعني فضلت تمشي لحد ما بقيت من ضمن المدربين الاساسيين في اسكندريه. يعني رحتي انا معاكم وخلاص لا ما ترددتش بصراحه، حسيت ان هي اوبورتيونيتي جت. وانا وقتها كمان يعني انا يعني في الاواخر خالص بقيت المدير التنفيذي لمنطقه اسكندريه لافضل المظلات، ومدربه رئيسيه من مدربين اسكندريه. وقتها الادرينالين يعني بينسيك كل حاجه في الدنيا مضايقاك. يعني الحاجه اللي كانت مضايقاني وقتها انا حرفيا مش يعني ليترالي نسيتها، انا ما كنتش فاكراها خالص. لا وقعدت اسابيع بعدها مش فاكراها ومش فارقالي. يعني بتبقى عندك انديفرنس كانك طاير فعلا من الفرحه زي ما قلت في الاول. انا ابتدى الادرينالين اصلا يضرب دلوقتي وانا بيخليك فرحان ومبسوط ومش فارق لك حاجه، حصل مشاكل حصل حاجه مش مشكله. فهو ده اللي كمان هم دايما بيقولوا الاير سبورتس ادمان، ودي حقيقه فعلا ان هي يعني الناس بتدمنها، سواء سكاي دايفنج كتر ما هي بتتعلق بيها وبتحبها هرمون يعني هي ادمان هرمون، لان انت في هرمون سعاده بيزيد جدا لما بتعمل كده، وبيفضل ينزل 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 لحد ما تاثير القفزه يروح، فتبقى محتاج واحده ثانيه. اديني الحقنه بسرعه، اديني الحقنه بسرعه بجد. بس فده ازاي بدات يعني. انا برضو لحد الان بحاول استوعب معاكي ان الخطوره والريسك اللي موجود في حاجه زي كده. يعني احترم جدا عندك باشن وعندك حب للموضوع، بس اكيد اي حد بيسمعنا وحابب يعمل الكلام ده، يعني بقول لك حتى لو وانس هيتردد، فبالك لما ياخدها كارير. صح. فاكيد في ريسك، وانتوا بتحسبوا برضو الريسك بشكل مختلف وبتبصوا المواضيع بشكل مختلف. احكي لنا كده ايه المصاعب وايه الحاجات اللي انت بتخلي بالك منها جدا، والريسك اللي انت بتحاولي ما يحصلش في كل قفزه. خلينا نتفق ان اكشولي ريسك السواقه في مصر اكتر بكتير من ريسك ان انت تعمل اير سبورت او تنط من طياره او من جبل او اي حاجه. لان انت في الاخر هو اللي بيعمل المشاكل هو الاهمال، اللي بيعمل اي اصابات هو اهمال. انا اهملت في حاجه معينه، سرحت وانا بصور، ما ركزتش في المفروض اعمله في الوقت المناسب في الالتيتيود المناسب، فبيبقى اهمال شخصي مني. زي ما انا ممكن ابقى في العربيه وماسكه ساندويتش بتكلم في التليفون وبعمل حادثه تؤدي لوفاه، ما هي حوادث العربيات. فاللي بيموتوا في العربيات اكتر بكتير جدا 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 من العدد القليل جدا اللي ممكن يكون حصل اكسيدنتس. يعني يمكن انا ما سمعتش عنها برضو غير قليل جدا جدا بسبب اير سبورتس، لان انت بتبقى كمان بتنط من طياره فواخد كل غير السواقه. يعني فاهم قصدي؟ السواقه برضو بنعملها، بس انت السواقه روتين. يعني انا مضطر ان انا اخد العربيه عشان اروح مشوار او ان انا اروح شغلي، لكن انا اروح برجلي. ما انا لو مدرب برضو فانا مضطر. ما هي دي النقطه، يعني ان انت تاخدي القرار ان هو يبقى ده روتينك. ان انت قفز بالطياره ده زي ما احنا كده بنركب عربيه، لا انت بتركبي طياره او بتنطي من طياره.
فالريسك كبير. هي في بروز وكونز، وطول ما البروز بتغطي على الكونز او الحاجات الكويسه بتغطي على التحديات، فانت بتعمل الحاجه دي ايا كان بقى، بتنط من طياره، بتغير شغلك، بتستقيل، اي حاجه من الحاجات دي، طالما البروز او المميزات بتغطي على التحديات بتعملها، طالما طبعا مش بترمي نفسك، وحبك للحاجه طبعا والشغف والباشن، وطالما مش بترمي نفسك في التهلكه، انت عارف السيفتي ميجرز، وعارف ان في باراشوت احتياطي، وعارف لو حصل لك حاجه بتعمل ايه. يعني التدريب يكون مكثف ان انت اي حاجه في الدنيا تحصل لك ازاي تتفاداها. زي مثلا انت لو ماشي على طريق وعجله فرقعت، ما ينفعش تدوس فرامل، فالحاجات دي بتبقى انت عارفها وانت بتتعلم السواقه. ده ريسك ممكن يحصل بره ايدك، انت سواق شاطر جدا بس وانت سايق العجله فرقعت، لو دوست فرامل كارثه مثلا يعني. فانت عارف المعلومه دي، ممكن في وقت البانيك تدوس برضو، بس عارف برضو لو ده حصل ان في اير باج هيتفتح، وهكذا المظله الاحتياطي او الحاجه الاوتوماتيك ديفايس اللي بيفتح لو انت حصل لك اي حاجه في الجو يعني. فكل حاجه السيفتي بتاعت الاير سبورتس عاليه جدا جدا جدا، فبالتالي بنبقى مطمنين الى حد كبير. ده لو انا بلعب الرياضه. لو انا مدربه الريسك بيبقى بالنسبه لي اكتر، ان انا مسؤوله عن الناس دي. وطبعا قبل كده حصل حاجات بسيطه، بس بتبقى خايف لما حد بينزل على الارض ومش بتشوفه وقف، او بتلاقي عربيه اسعاف رايحه عليه. انا مش بخوف الناس، بس ساعات بيحصل، بتبقى مش عارف الشخص ده حصل له ايه على ما توصل له في منطقه الاسقاط اللي هي الدروب زون يعني. بتبقى قلقان، بتبقى حاجات بسيطه كلها، بس ستيل الشخص ده قاعد معاك شهر. يعني بالنسبه لي انا عشان بلعب باراشوتنج وسكاي دايفنج فيه طبعا اوقات مختلفه، وبقيه السبورتس مسؤول عنه، وخلاص بقى في بوند، احنا بنتقابل 3-4 مرات في اليوم، 3-4 ساعات في الاسبوع، قصدي 3-4 ساعات. فالريسك بيكون اكتر مسؤوليه، اكتر من وان انا ادي كل اللي عندي، ما انساش حاجه في كل تفاصيل الرياضه يعني. فهمت من كلامك برضو ان في بعض الرياضات محتاجه بوند او بتاخد وقت عقبال ما تعملي تريننج. يعني زي ما بتقولي الباراشوتنج مثلا قعدتوا 2 ويكس تتدربوا. هي فوت شهر، احنا اخدنا انتنسيف شويه عشان كان في راوند اوريدي بادئه، لان هي في راوند بتبدا كل شهر. فالتريننج مينيمم شهر، 3-4 مرات في الاسبوع، كل مره من 3-4 ساعات. ده بس الباراشوتنج. الباقي اي ثينك ده ممكن نفس اليوم تنطي. ما هو بقى عشان في فرق الناس برضو مش فاهماه شويه ما بين التاندم جامب وان انا العب الرياضه ونط لوحدي. ان انت تروح وتنط في نفس اليوم، ده بيبقى معاك مدرب زي ما بتشوف كده، انت راكب في كرسي قدامه، بتجرب بس الفن بتاعها، وهو بيبقى مسؤول عن كل حاجه. فدي اسمها تاندم جامب، موجوده مش في الباراشوتنج، مش موجوده في الباراشوتنج بس موجوده في السكاي دايفنج، في الباراجلايدنج، في الباراموتور. ناس كتير بتعملها عند الاهرامات وفي الاقصر وفي اماكن كتير كفن يعني، زي اللي موجوده في دبي برضو، سكاي دبي. فالحاجات دي موجوده في كل البلاد فور فن. بس بيبقى معاكي مدرب او اسيستنت بيبقى في نفس الباراشوت يعني، مش بس مش جنبك، هو في نفس الباراشوت، لازم هو متحكم في كل حاجه. انت قاعد بتصور وهو ممكن تروح تعملها في ساعتها. لكن انا بتكلم على لو انا عايز انط لوحدي، فدي في الباراشوتنج محتاجه شهر، في السكاي دايفنج محتاجه مالهاش علاقه بالوقت، ليها علاقه بقى بعدد النطات بالظبط اللي انت بتعملها. وكل مره عندك زي تاسك لما بتعملها بتروح كانها 7 ليفلز مثلا. هي 7، هنتكلم برضو على تفاصيلها قدام. هي 7 مراحل، كل مرحله بتعديها بتعمل الجامب اللي بعدها بتاسك جديده، لو نجحت فيها تدخل. ممكن تعملها في سنه، ممكن تعملها في شهر، ممكن تعملها في يوم، حسب ما انت بتركزي. زي الدايفنج بالظبط كده، زي الدايفنج شويه. الباراجلايدنج برضو نفس الفكره، الباراموتور نفس الفكره، ان بتحتاج الاول تدريبات كتير على الارض ومذاكره شويه عشان تعرف الويند وازاي تحدد الويند جاي ازاي والحاجات دي كلها، وبعدين تبدا بقى تنط من التيتيودز او ارتفاعات قليله، بعد كده تبدا تعلى. بما ان احنا بنتكلم عن الاير سبورت بشكل عام، فاكيد زيها زي اي رياضه ليها متطلبات. يعني اكيد سواء متطلبات في الشخص اللي هيمارس ده او هيحترف ده، او متطلبات معدات، تجهيزات، تولز بتشتريها. في مواصفات بدنيه معينه، في ناس ممكن تعمل الرياضه دي وناس ما ينفعش تعمل الرياضه دي مثلا. مبدئيا الويت، الوزن دي حاجه مهمه، لان في الاخر وفي الاول انت في باراشوت شايلك، فبيبقى في ليميتس في الوزن بتختلف بقى. بس مينلي بنتكلم في ان مثلا في الرجاله من 85 ل 100 بيكون الماكسيم. هو طبعا الباراشوت يشيل اكتر من كده، لان بس بس بيكون في سيفتي رينج، فبيكون في الباراشوتنج مثلا 85 بيوصل ل 100 في السكاي دايفنج، وممكن يزيد شويه في الباراجلايدنج والباراموتور. يعني بتختلف كمان من ما بين كل نوع والتاني. لان كمان في رياضات معينه زي السكاي سبورتس، زي السكاي دايفنج، الباراشوت نفسه بيختلف، ممكن يعني في احجام مختلفه للباراشوت على حسب الوزن، بيشيل وزن قد ايه. فالويت ده مهم جدا. برضو في الباراشوتنج مثلا ممنوع اقل من 50 في الباراشوتنج، مش بس اعلى ما يسافرش
هو مش بيسافر بس بيقعد كتير قوي في الهواء برضو على ما ينزل. أوكي. يعني بيحصل مشاكل تانية كتير، فبيبقى المينيمم 50. هو برضو المينيمم 45 بس في سيفتي رينج، فبنقول ان طبعاً. المينيمم 50. طبعاً. الفتنس مش لازم يكون حد فت وبيلعب رياضه اصلا، او بيجي لنا ناس ما لعبتش رياضه في حياتها قبل كده، بس اتليست يعني الشهر التدريب ده او ايا كان الفتره في الرياضات المختلفه بندي فتنس، لان لازم برضو يكون عندك فتنس. انت هتمسك الباراشوت، هتعمل مانوفرنج، هتحركه يمين او شمال، فمحتاج على الاقل عضلات Flexibility رجلين. بننزل في لو الباراشوتنج بننزل في صحراء، فبتمشي شويه لحد ما بتوصل للخيام بتاعتنا، بتمشي شايل باراشوت تقيل جدا. فالحاجات دي كلها بتحتاج برضو ان حد يكون فت يبقى في الى حد fitness ما. شوية. الصحه طبعا بنعمل شهاده صحيه كده قبل التمرين. لازم امراض القلب، السكر، الضغط، الحاجات اللي هي ما فيهاش كنت هزار لسه دي هسألك في ممنوعه برضه تماما. medical conditions طبعاً. ممنوع ان هي تمارس اللعبة. سكر، ضغط، قلب. ولو حد كمان عنده بالذات خلع في الكتف، يعني طبعا لو حاجات في العظم بتبقى ديسكاست مع الدكتور بتاعه، مركب شرايح مسامير في رجله، الحاجات دي كلها بتبقى على حسب عشان ما وقت يبقاش قد في ايه. لود عليها او حاجة. اكزاكتلي، لان برضو في رياضات معينه منهم في تاتش جامد بالارض، مش كل الرياضات فيها فرامل يعني. كمان مفيش فرامل. الباراشوتنج اللي انا بلعبه ما فيهوش فرامل. مفيش فرامل. امال طب لما نيجي اهبد على تنزلوا على الارض لا، ما هو كده؟ ده جزء من التدريب، ان انت ما ينفعش تنزل واقف، بننزل نقع. يعني احنا بنلمس الارض، بعد كده بناخد وبعدين حاجه اسمها سقطه معينه بنعلمها لهم عشان ينزلوا على النقط العضليه في جسمهم، ما ينزلوش على عظم يؤدي لاي كسور او حاجه. فبيتعلموا طول الشهر كل يوم بنعمل سقطات عشان يتعلموا ازاي يقعوا صح. في رياضات تانية طبعا زي السكاي دايفنج، لا فيها فرامل، وبتنزل تتاتش الارض بسهوله جدا وتتحرك كام خطوه وخلاص الباراشوت بينزل وراه. بس فمينلي هي دي المتطلبات: الفتنس، الصحه، السن برضو له عامل في جزء ان ما ينفعش اقل من 18 سنه، او كمان ساعه 16. المهم يكون معاه بطاقه يعني. الايدج بقى اللي فوق على حسب الفتنس والصحه، يعني ممكن اي حد ينط باي ايدج، بس على حسب صحته، القلب، الضغط، السكر، الفت والحاجات دي كلها. بس الحاجات دي يعني احنا معظم الناس عندها ضغط، بس لو حد عنده ضغط ما يقدرش يمارسها ولا لا، ضغط مزمن يعني بياخد له دواء. لو بياخد له دواء ممكن لو طلع ضغطه يعلى، ضغطه ينزل في الجو يعني. وطبعا بناخد بيرميشن من الدكتور بتاعه، لو هو عنده ضغط فهو بيتابع مع دكتور، فبيحتاج انه يرجع للدكتور بتاعه يقول له اوكي تقدر تقفز او لا. فالحاجات دي ما فيهاش هزار يعني، لان كمان معظم الحاجات اللي انا قابلتها كانت بسبب ان ما كانش فيه ديكلاريشن لحاجه زي كده قبل. حد اوريدي عنده مشكله في القلب وقال لنا انا ما عنديش، راح زور رسم القلب مثلا زي ما بنعمل في الرخصه والناس بتعمل الحاجات دي، ادى لان احنا بالنسبه لنا هو على الورق شخص سليم، بس النطه ادت لان هي مثلا حصل له مشكله، اضطر يطلع على مستشفى بسبب ان هو كان عنده اعترف لنا بقى تعب. بعد ايه؟ فدي صحتك يعني في الاخر. بالظبط، هو اللي ما قالش. بالظبط. اللي بيمارس الرياضه دي محتاج يشتري حاجه يعني، ليه في تولز معينه او تجهيزات معينه لازم انا اشتريها تبقى عندي، ولا كل حاجه بتبقى موجوده في الاماكن اللي بنتدرب فيها؟ هي كل حاجه بتبقى موجوده، بس طبعا هي personal preference. احنا شخصيا ساعات بنفضل ان احنا نبقى شاريين الحاجات بتاعتنا، عشان اولا بتوفر ان انت مش كل ما بتقفز بتأجر الحاجات. ثانيا بتبقى برضو حاجتك الشخصيه، بتلبس حاجه على راسك، خوذه، النضاره، الالتيميتر اللي هو بتاع اللي بيقيس الارتفاعات. بس الباراشوت نفسه لا طبعا. الباراشوت نفسه في ناس بتشتريه برضو. طبعا في ناس كتير مش في الباراشوتنج، ان الباراشوتنج هو رياضه عسكريه شويه يعني. احنا حتى لو هتكلم عليهم منفصلين، الباراشوتنج احنا بنقفز من مطار حربي، معانا ضباط على الطياره، هم اللي بيقفزوا الناس. حتى احنا كمدربين الضباط اللي بتقفزنا، مش احنا اللي بنقفز. معلش هستخدم مصطلحات. انا معاكي. لا معاكي. فهي الرياضه عسكريه، بننزل في منطقه اسقاط عسكريه. فالباراشوت لازم هم بيكونوا مأكدين عليها، لان هم بينطوا بيها، فده طبعا امان لينا اكتر، لان احنا عارفين ان الضباط اصلا بتوع الجيش بتوعنا بتوع مصر بينزلوا بالباراشوتس دي، فبتبقى 100% ضامن ان هي امان، هتفتح متهويه كويس، معمول لها كل المينتنس يعني الصيانه. بالظبط. فده مش بنشتريه، ده لازم يبقى باراشوتات الجيش بتاع وطيارات الجيش. حتى السي 130 دي، سي 130 طياره الجيش اللي هي بتفتح الرامب بتاعها من ورا ده وكله، والناس بتقع منها دي. بس احنا مش احنا بنطلع من الابواب يعني بس. في الافلام دايما تلاقيها بتفتح والناس بتطير منها بتقع تحت يعني، بس هم معاهمش باراشوتات كده. بالظبط. لكن مثلا في السكاي دايفنج لا، احنا المعدات ممكن تشتريها، ممكن تشتري الباراشوت، ممكن تشتري
الهلمت، الخوذه، النضاره، الالتيميتر، البدله مش بتتلبس قوي غير في الشتاء عشان بيبقى الجو ساقع قوي فوق، لكن في الطبيعي ممكن تلبس بنطلون وتيشيرت عادي تنط بيه، لكن ممكن تشتريهم. بيوفر لك شويه في ثمن القفز، يعني مثلا لو القفزه ب 2500 جنيه الواحده، فلو انت معاك الباراشوت بيقلل 500 جنيه، لو انت معاك بقيه الجير بيقلل 500 كمان، فبالتالي بيوفر لك 1000 جنيه. لو انت بتقفز بقى كتير هتوفر لك يعني كتير. almost 40-50% مثلا. بالظبط، almost 50% من ثمنها بيروح لما تشتري جير. بس طبعا محتاج تشتريه من بره لان مش موجود في مصر. مش موجود. كنت لسه اسالك بنشتريه ايه الاماكن اللي ممكن نكون بنشتريه اونلاين. منها في حاجات طبعا مستخدمه ساعات بتتباع جوه مصر، يعني حد عايز يجيب حاجه جير احسن، باراشوت احسن، فبيبيع الحاجات القديمه بتاعته، فده بيحصل. طب بما ان احنا لسه بنتكلم عن حته الهوايه يا ندى، احنا محتاجين نعرف بعد ما انا اطمن ان انا عندي الامكانيات وما عنديش اي ميديكال كونديشن تمنعني من ان انا امارس الرياضه دي، اروح امارس كل الرياضه ازاي؟ هل سهل دلوقتي خلاص انا عايز سكاي سبورت اروح امارسها، عايز باراشوتنج، عايز باراجلايدنج، ولا لسه برضو في حاجه لازم اعملها قبل ما اروح امارس كهاوي؟ لا كهاوي وعايز اروح انط لاول مره، مش تاندم، مش مع مدرب. مع مدرب قلنا هيروح على طول، بس هي مختلفه. يعني الباراشوتنج زي ما قلت لك التدريب بتاعه شهر، وفي نوادي مختلفه في القاهره واسكندريه والشرقيه. ببعت لهم على البيج بتاعتهم او بكلمهم عن رقم التليفون وبحجز في اول راوند، لان كل شهر في راوند، فده مفيش اسهل منه. بس كل شهر في راوند، كل يعني شهر في كل النوادي في راوند. حسب انا عنده 1 مانث عشان يتدرب ويعمل الجامب. لان هي الطيارات الحربيه مواعيدها ثابته، وكل النوادي بتاعت الجمهوريه بتطلع نفس الطيارات في نفس المواعيد، فبالتالي بيبداوا قبلها بشهر على طول، قبل ميعاد الطياره بشهر. بيبقى في اورينتيشن قبل كل واحده نعمل ايه والانستراكشنز، ولا بيعتمدوا ان انت معاكي؟ لا اول اصلا يوم تدريبي في اي رياضه من الرياضات دي بيكون تعريف بالموضوع بالسبورت، بنتكلم على كل حاجه، بنرد على كل اسئله في ايا كان السبورت دي. يعني طبعا الناس بتبقى عندها اسئله كتير جدا جدا وفي شائعات كتير جدا أنا جدا. عندي اسئله كتير جدا حاسه بيك رجلك عامل فبالتالي كل حاجه منهم طبعا انت ممكن تتدرب الفتره كلها وفي الاخر ما نسمحلكش تطلع، يعني ممكن تبقى فيت وممكن ما يبقاش عندك امراض وممكن كل حاجه، وبعد الشهر احنا بنعمل اختبارات وايفالويشنز داخليه، وبعد كمان بنقول ان لا هيز نوت فيت، يا اما لازم يتمرن كمان شهر او كمان اسبوع، أو شايفين ان هو هيكون خطر. حد مثلا شايفينه مهمل او مش مركز اي في التمرين، بيعمل حاجات بس عارف في ناس بتبقى اللي هي مش ليزي بس يعني واخدها كده فنفنه. فلا ده خطر على نفسه. ده ممكن مثلا سايب كل حاجه وبيسال على التصوير، فاحنا ده عارفين ان هو هيطلع يقعد يصور نفسه وينسى كل اللي قلناه، فهينزل باصابه. ففي حاجات مش شرط تكون لا هينزل، هيروح فين؟ ما هينزل بس على حسب هينزل بقى حته واحده ولا ايه لسه مش عارفين. جزء برضو السيفتي عشان احنا كنا بنتكلم فيه، لا هو هينزل اكيد حته واحده. كل رياضه منهم فيها سيفتي مختلف. يعني الباراشوتنج احنا الباراشوت في مظله احتياطيه، السكاي دايفنج نفس الموضوع، في سنسور بيحس لو انت حصل حاجه، فبرضو هنتكلم فيها قدام، بس ستيل هو سيف. بس احنا كمدربين بنكون شايفين حاجات معينه من الخبره برضو بتاعت الناس اللي بتقدري تحكمي بيها الشخص ده يكمل او يعمل كوميتد ان هو يقدر ينط من طياره ولا لا. بما ان اتكلمنا عن الهوايه نروح على حته الاحتراف. واي ثينك في ناس كتيره من اللي هتسمع حلقه النهارده هتبقى حابه مش ان هي بس تمارس، ان هي حابه تاخد نفس الباث واي اللي انت مشيتيه. طب ليه وتسيب المطبخ محشي؟ وتسيب المطبخ بقى، ما المطبخ يعني في سبيل الطيران في ناس تلغي المحشي من فوقها. انا عن نفسي لا، انا بتاع محشي مش هعمل طيران، مش هاجي معاكم. لا انا ما بخافش، بس انا عارف ان هي ليها سيفتي ميجرز والدنيا حلوه. بس انا بتكلم ان في ناس ممكن تحب تاخد الموضوع ده ككارير، ان هي تحترف موضوع ان هي تدرب اير سبورت ايا كان بقى، سكاي دايف او باراشوتنج او غيره. اوكي. فلو هتكلم على الجزء الاحتراف نبدا ازاي؟ اول ستيب ان لازم اجربها. يعني طبعا. يعني ما انا ممكن لما اجرب اطلع ما بعرفش ما تعجبني فهحتاج اجرب الاول الرياضه دي، فبالتالي هبقى كاني هاوي. يعني هروح اعمل كل الستبس اللي انا قلتها في الاول دي وهنط، سواء من جبل سواء من طياره سواء من الارض وات ايفر. خلاص انا عجبتني وعايز اخد ده ككارير. في هيئه في مصر اللي هي الاتحاد المصري للقفز بالمظلات والرياضات الجويه، دي الهيئه او الاتحاد اللي مسؤول عن الرياضات دي كلها في مصر. كل ده مجموع تحت الاتحاد المصري اللي في مصر. تحته بقى شركات خاصه بتاخد سيرتيفيكيشن، يعني بتبقى طبعا سيرتيفايد من الاتحاد ان انا اشتغل في مصر. بس السيرتيفيكيشن بتكون اعلى من الاتحاد بتاعت السكاي دايفنج بالذات. يعني الباراشوتنج لا، احنا تدريبنا كله بيكون تحت خاضع للاتحاد المصري للقفز بالمظلات، سواء مساعد معلم سواء معلم. ده الكارير باس بتاع مدربين الباراشوتنج. التدريب كله بيحصل من مدربين الاتحاد. ده بالنسبه للباراشوتنج. يعني الباراشوتنج كله بيتم هنا، هو مفيش حاجه، مجرد ما تقرري
سهل ان انت تخشي في البروجرام بتاع التدريب وتعملي بالظبط. كل اللي بتعمليه ان انت تكونتاكتي الاتحاد. هروح الاول، لا مش الاتحاد دايركتلي، كمان المكان اللي انا نطيت فيه. يعني انا اوريدي عملت نطه في اسكندريه مثلا، في النادي، في القاهره، في الشرقيه، في ايا كان اللي فيه الباراشوتنج. هقول للمسؤول عن التدريب انا عايزه ابقى مدرب، هيدخلني على طول دوره مساعد معلم لو انا طبعا فيت وعندي الكرايتيريا بتاعت التدريب. يعني اللايسنس بتاعت بقى سكاي دايفنج هي اصعب شويه من الباراشوتنج ومراحل كتير. عندنا الاي اف اف اللي هي الامريكان فيدريشن، دي اللي بتدي اللايسنس بتاعت السكاي دايفنج اول اوفر ذا وورلد في العالم كله لاي حد عايز ياخد السيرتيفيكت دي وينط لوحده. فدي بتكون الاول بناخد التدريب الارضي بتاعنا والمذاكره بتاعتنا وكله، وبعدين بنطلع على 7 نطات، 7 جامبس، كل واحده فيها بتكون بتاسك مختلفه كانها ليفلز. كل ما بعدي ليفل بدخل على الليفل الثاني اللي بعده بالجامب الثانيه، نجحت فيها بدخل على اللي بعده، سقطت فيها بفضل اعيدها لحد ما انجح في التاسك دي. بعد ما بكمل ال7 جامبس بتوعي كده انا ببقى اي اف اف لايسنس. دي اول لايسنس في السكاي دايفنج. بس ستيل ما اقدرش انط لوحدي لسه. اوكي. انا كل ده بنط مش لوحدي. من 8 ل 17 بيبقى في حاجه اسمها كوتشنج، بينط معايا انستراكتور كل مره، بيبقى في حاجات جديده طبعا بتحصل في النص، والمفروض ان انا برضو بعدي الليفل بتاعتها دي كلها لحد ال 17. بعدين بيكون في حاجه اسمها سولو جامب، بتبقى من بعد ال 17 من 18 ل 23. ببدا انا انط لوحدي من غير انستراكتور، بس بالتيتيودز قليله شويه، بانستراكشنز معينه شويه، صعوبات اقل شويه. الجامب ال 24 وال 25 بتكون تريكي شويه، لان هي بتكون على طول قبل اللايسنس الكبيره اللي هي الاي لايسنس اللي بقدر انط بيها في اي حته في العالم بقى لوحدي. بتكون من التيتيودز قليله، فبالتالي الصعوبه بتكون ازيد، ان انا بحتاج افتح الباراشوت بسرعه، حاجات كتير محتاج يعني اسيطر على نفسي شويه في الفري فول فيهم. لما بعدي 23 ل 24 ال 24 وال 25 خلاص باخد الاي لايسنس على طول بعدها، اللي هي بيها اقدر انط لوحدي بالظبط. ومن بعدها بقى بتبدا لو عايز تبقى مدرب بعد كده، من بعدها بتبدا تعد بقى، بيبقى بعدد الجامبس. اوكي. بس مش هبقى مدرب الا بعد الافريج 100 قفزه. يعني بنتكلم في، لا انا مش عارفه قوي في السكاي دايفنج، بس بنتكلم في على الاقل يعني 150 جامب او اكتر كمان يمكن عشان اعرف ابقى مدرب، لان هي الريسك بتاعها اعلى بكتير من الباراشوتنج كمدرب، لان انا ببقى مسؤول عن شخص في الهواء قدامي، لو حصل له حاجه انا بنقذه، مش عن نفسي بس زي الباراشوتنج بالظبط. بس مين اللي هي دي الترتيبه بتاعتهم يعني كترتيب، بس مش مربوطه بديوريشن يعني خدتهم في سنه، خدتهم في سنتين، المهم ان انا اخد ال100 قفزه دول على حسب البوتنشال بتاعك. انت ممكن تعمل مثلا في خلال اسبوع تخلص 7 قفزات، ممكن تقعد تسقط في القفزات. يعني انت مثلا بتدفع رقم معين في الاول عشان تاخد الاي اف اف دي، بعدين محسوب جواهم السبع الجامبس. لو انت سقطت في واحده هتعيدها تاني بس على حسابك. اوكي. فاهم الفكره؟ فاكسترا كوست هتفضل تعيدها لحد ما تنجح في الليفل ده، تطلع للي بعده وهكذا لحد ما تخلصهم بقى في شهر، في 6 شهور، في اسبوع، في يومين. دي على حسب البوتنشال بتاع كل واحد ان هو ينجح في الليفلز. سؤال، هو ممكن الواحد ينط كذا قفزه في اليوم ولا هي طبعا يعني وانا جايه في الطريق صحابي كانوا في العاصمه الاداريه في الطريق، انا نزلت هنا على طول وبتاع اسهل ما جيتش بالعربيه لابسه جيب، بس هي دي المشكله الوحيده. في طياره هليكوبتر قالت لي لا يعني وانا جايه في الطريق كان حد من صحابي يكلمني، 3 من صحابنا بينطوا دلوقتي هناك، يعني كلمتهم ما ردوش، فاحنا كنا في قفزه بس في 45 مينتس ما بين القفزتين وهنطلع تاني، فلا بينطوا كتير. يعني الباراجلايدنج والسكاي دايفنج بالذات لا بيطلعوا كتير، سبيشالي لو مدربين ومتعودين لا بيطلعوا. اوكي. بس الباراجلايدنج برضه نفس الموضوع، هو ليفلز، يعني مينلي في 3 ليفلز. من بعد اخر اول ليفل او يمكن نص تاني ليفل تقدر تنط لوحدك من التيتيود قصير، بوكي توكي طبعا مع الانستراكتور تحت وانستراكتور فوق، بيبداوا يقولوا لك انستراكشنز طول ما انت نازل، وهكذا وهكذا لحد ما تقدر تنط لوحدك خلاص من غير ووكي توكي. بتجيب حتى الجير بتاعك وبتنط في اي مكان. اوكي. ف ده والباراموتور نفس الموضوع. طبعا هو اصعب شويه عشان بيبقى في موتور، مش الناس مش بتشتريه، يعني دايما بيتاجر وبيكون هافي بيتحرك من الارض، بس ستيل كلهم ليهم مش وقت بس عدد مرات، وان انت تكون عندك البوتنشال انك تخلص الليفل دي عشان تبقى مدرب. طيب كلمينا اكتر على السيفتي ميجرز بقى. يعني انت ذكرتيها كده في الاول ان كل واحده ليها حاجات معينه احنا نخلي بالنا منها، وبدل في بلان اي وبلان بي وبلان سي. فكلمينا في كل واحده كده ايه السيفتي ميجرز اللي انتوا تبقوا حاطينها، وايه اللي ممكن يحصل اصلا، يعني ايه المخاطر اللي ممكن تحصل وانتوا ازاي بتافويدوا كده. بص هي كتير جدا، يعني عايزه حلقه لوحدها، بس ستيل كلها بنتدرب عليها قبل ما بنطلع، وكلها
يعني very 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 rare exceptions. هبدا بالباراشوتنج بما انه يعني يلا شغلي. بينا. هفهمك انا قصدي ايه برير اكسبشنز. اوكي. احنا مثلا بندربهم ان لو نزلنا على مبنى، احنا في الطبيعي بننزل في صحراء، منطقه الاسقاط دي صحراء، فلو نزلنا على مبنى، لو نزلنا على شجره، لو نزلنا على في وسط طريق عربيات، بنعمل ايه؟ أوكي. الحاجات دي ممكن تحصل امتى؟ تحصل في ايفاكيويشن، مثلا الطياره حصل لها حاجه، ودي ممكن تحصل لك اصلا كمدني مسافر اوروبا ولا مسافر اي بلد، هيحصل حاجه في الطياره يحصل ايفاكيويشن. بس انت بس انت عايزه تقولي لي ان انا مش بس مش هتحكم انا رايح فين وهنزل في حته لا مختلفة، يعني ولا لو قصدك؟ مثلا الطياره حصل فيها حاجه قبل ما نوصل الدروب زون او منطقه الاسقاط، فمفيش تحديد فهينزلوا غير ناس معين مثلاً. دلوقتي. اوكي. مفيش صحراء، احنا بننزل في صحراء. أوكي. مفيش صحراء، هننزل في وسط منطقه سكنيه. اوكي. فاحنا بنكون مدربينهم الشهر اللي يعمل قبله إيه؟ كله يعمل ايه. لو نزل فوق منطقه سكنيه مش صحراء، هيقع بقى ازاي، هيقفل رجله ازاي، الحاجات دي كلها فوق شجره، ينزل الحاجات دي فوق ما- فدي طبعا ما حصلتش اصلا. بس ممكن لازم- الطياره يحصل فيها حاجه قبل ما توصل الصحراء ويحتاج ايفاكيويشن. دي صحيح. حاجه ممكن تتضرب من اي ممكن حاجه طبعاً. تحصل لا يعني. لا احتمال احتمال صغير جدا جدا. طبعا. فالاكسبشن، حتى الاكسبشنز دي بندرب عليها. طيب في انا ببقى لابسه الباراشوت بتاعي، المظله بتاعتي، وعندي كمان مظله احتياطيه. ده في كله ولا بس في ده في الباراشوت في كله طبعا. في بس بس نتكلم على دلوقتي حسب عن مكانها مختلف، بس الباراشوتنج بتكلم يعني. على الباراشوتنج. اوكي. السكاي دايفنج بيبقى عندي الباراشوت بتاعي، عندي باراشوت احتياطي، وعندي جهاز لطيف جدا اللي هو الاي اي دي ده. ده جهاز اوتوميتد. لو حس ان انت يعني مثلا السكاي دايفنج احنا بنفتح الباراشوت على مثلا ارتفاع 4000 فيت قدم مثلا. أوكي. لو هو بيبدا من 2500، لو الباراشوت ما فتحش يبدا يحسب السرعه. لو لقى الشخص نازل بسرعه كبيره جدا بيفتح هو لوحده. معناها ان بيعمل هو حاجه في اسمها سقوط الشخص حر او ان الشخص بيهوي ده او اغمى في حاجه عليه غلط، أو... نسي اغمى عليه، وات ايفر اللي حصل. طبعا برضو ده فيري رير، لان انت لو وصل لمرحله انك تنط لوحدك خلاص انت يبقى أنت مش هيغمى المفروض عليك في مش- الجو يعني. او بس حصل حاجه غصب أو عن الشخص صدمة ده ولا ايا حاجة. كان حصل له ايه، مش عارف يفتح الباراشوت، فبيفتح طبعا اوتوماتيك لوحده. والباراجلايدنج فيه احتياطي. يعني كل حاجه طبعا فيها سيفتي ميجرز كبيره جدا جدا، لان هي برضو في الاخر هي فيري ريسكي يعني. بس لازم يكون معمول حسابها زي الطيارات العاديه يعني. في كل سفريه بيقولوا لنا البروكوشنز والستره النجاه. بتحصل بقى كام والحاجات في دي. المية؟ ما بتحصلش كتير، بس بالظبط. لازم طبعا الناس تبقى اوير زي العربيات احنا بس بننسى، لكن احنا لما اتعلمنا السواقه قالوا لنا كل الحاجات اللي ممكن، زي ما بقول لك العربيه صحيح. العجله اللي ممكن تنفجر، فهي بالظبط. ازاي تتعاملي معاها. بس فكره ان انت بتلعب اكستريم سبورت فيها ادرينالين، بس قصاده في ريسك طبعا. طب مش عارف صح ولا لا يا ندى، بس في معلومه سمعتها ان انا عشان ادرب سكاي دايف او اخد اللايسنس بتاعت السكاي دايف لازم اسافر بره، والكلام ده بيكلف جدا. يعني انت على كلامك لو انا عايز اوصل ل 100 قفزه اكيد مش هعملها في سفريه واحده، يعني اكيد هروح رايح جاي بتابع او بعد القفزات، فده هيكلفني كتير جدا. فانتوا بتعملوا ايه في الموضوع ده؟ يعني اللي عايز ياخد اللايسنس لازم فعلا يتكلف التكلفه الرهيبه دي؟ بصي يا احمد بقى، عشان انت نيتك سليمه واضح، والاودينس بتوعك نيتهم سليمه، فلحد من سنه فاتت كان فعلا تكاليف كتير جدا جدا بندفعها علشان نطلع ناخد اللايسنس من بره، لان كان ممنوع في مصر ان يكون في تدريب سكاي دايفنج. ما ينفعش حد يتدرب سكاي دايفنج في مصر. ده لحد من سنه كان الناس بتضطر ممكن تنط هنا بس وانت واخد اللايسنس من بره. فكانت الناس بتحتاج تسافر مين لي ارخص البلاد اللي كانوا بيسافروها، البرتغال، روسيا، المغرب، علشان ياخدوا اللايسنس منها. هي نفس السعر في العالم كله لان هي بالدولار، بس بيدفعوا اكوموديشن، بيدفعوا طيران ايام كتير زي ما انت بتقول، عشان اوصل ل 100 قفزه لازم اسافر كام سفريه عشان اعرف اعملهم. صحيح. فكانت تكلفه كبيره جدا ما حدش بيقدر يعملها كتير، وبالتالي كان الناس اللي في مصر بتعمل سكاي دايفنج قليله. الحمد لله من سنه دخل شركه اسمها سكاي فيروز، برضه هحط لكم الكونتاكت بتاعتها. يعني هي وعاليه باراشوتنج وسكاي دايفنج برضه هما الاثنين بيعملوا كده، بس مينلي سكاي فيروز دخلت بانترناشونال انستراكتورز في مصر، وعرفوا ياخدوا التصريح اللي احنا كنا مش عارفين ناخده من مثلا 30 سنه فاتوا، ان مصر يكون فيها تدريب فيري فيري جود نيوز، تدريب سكاي دايفنج. يعني انا دلوقتي لو حبيت ادرب سكاي دايف ممكن اروح على طول على سكاي فيروز واقول لهم بالظبط انا حابب ادرب ونبدا معاهم بالظبط كده. ويمكن اول اصلا بنت تاخد الاي اف اف لايسنس في مصر اسكندرانيه اسمها ساره.
كانت يعني بتتمرن معانا باراشوتنج، وبعدين بقت انا مساعد معلم معانا. وبعدين اول ما فتحت السكاي دايفنج راحت اخذت اللايسنس، وكانت من اشهر الناس يعني اللي اخذتها في مصر، اول بنت توصل للاي اف اف تعمل ال7 جامبس سكسسفully. فدي حاجه طبعا انت بتختصر بقى اسعار تذاكر طيران واكوموديشن واجازات من الشغل واجازات، لو عندك عيله بتسيبهم فتره كبيره وبتتعمل في مصر هنا. التكلفه نفسها لو عايز تعرفها يعني احنا بنتكلم من 55 ل 60 الف. هي غاليه شويه بس يمكن دي من اغلى سبورت اللي هو السكاي دايفنج الاي اف اف اللي هم اول 7 بس اللي هي لحد اول 7 جامبس. التدريب الارضي كله وكل حاجه لحد 7 جامبس. طبعا لو في واحده من الجامبس دي النطات دي سقطت فيها بتعيدها بس على حسابك، بتكون تقريبا ب 2000 ونص لو انت معكش حاجه من الجير خالص. لو معاك جزء من الجير يعني بيتخصم من السعر بتاعها. ده بالنسبه للسكاي دايفنج، هو برده من اغلى السبورتس. بعدين بقى كل جامب بعدها لحد بقى ال 25 وهكذا بتكون برضو ب 2000 ونص. لو معاك الجير الباراشوت بالجير كله يمكن بيقلل يمكن 1000 منها. الباراشوتنج ارخص يمكن حاجه فيهم، بتكون اراوند كله بالبياده بكل حاجه، بالسفر لمكان القفز بكل حاجه، مثلا اراوند 4-5000 جنيه لو عايز تعملها مره يعني. ده انا بروح لحد المكان ولا من هنا من القاهره او من لو انت من القاهره بتروح على المطار لو من اسكندريه او من الشرقيه بالترانسبورتيشن بالبياده بالتيشيرت اللي بتلبسه بالتدريب بكل حاجه. بالجامب هي الجامب نفسها كانت يعني ب 1500 لحد قريب. انا بس موقفه شويه عشان لسه كنت والده وفتحت شركه وكده حاجه، بس برضو بعد الفتره الاخيره دي حاجه بسيطه جدا يعني لان في الاخر هو سعره رخيص كده عشان هو مدعم من الجيش. فهو زمان اصلا كان من غير فلوس خالص، والناس كانت بتسافر تقعد اكوموديشن على من غير فلوس وبتاخد ميل وكل حاجه وبتنط، عشان كانوا عايزين يعرفوا الناس ويخلوا في ناس عندها جرأه يسوقوا شويه للموضوع. دلوقتي بقت بندفع لها بس برضو رقم يعني مش قد الطياره اللي بتطلع والحاجات دي كلها. الاسعار دي لو اتغيرت هتبقى اتغيرت حاجه بسيطه في الباراشوتنج، لكن هي بتزيد جدا. يعني مثلا احنا بنتكلم ان قبل الديفاليوشن حاجات الدولار دي كلها كانت السفريه كلها ان انت تاخد الاي اف اف من بره بتتكلف 60000. فاحنا دلوقتي بنتكلم مثلا في 120-150 الف لو واحد حابب تسافر تاخدها بره. بس جوه مصر هتاخدها ب 55 ل 60 الف يعني بالكثير. بالظبط جدا يعني. الحمد لله السنه اللي فاتت دي كان في جزء الاير سبورت اهتموا بيها جدا، والدخول اصلا ده كان انجاز رهيب دخول السكاي دايفنج مصر كتدريب. صحيح. ناس كتير ما تعرفش اصلا المعلومه دي. بالظبط يعني في ناس كتير ما تعرفش ان احنا هنا في مصر بقى عندنا ممارسه الرياضه دي مش بس الاحتراف، تدريبها بالظبط. ان احنا نقدر نعمل جامب سكاي دايف والكلام اللي كنا بنشوفها يمكن في رامز، وكنا عارفين رامز بيعملها بره، بس دلوقتي بقت ناس كتير ما تعرفش ان هي بقت موجوده في مصر. بالظبط كده. ما كانش فيه غير التاندم اللي هي بيكون فيه مدرب وانت معاه. بالظبط. الباراجلايدنج برضو كل ليفل يمكن من الثلاثه بيبقى في حدود من 8 ل 10000 جنيه، والباراموتور زي نفسه. فيمكن دي هي الرينجز بتاعت الاسعار بتاعت الرياضات في مصر. يعني انتوا بتتعاملوا مع الجو ازاي؟ يعني انط في الشتاء، انط في الحر، في رياح، يعني الحاجات دي انا برضو عشان انا شويه جاهل يعني وبعيد عن الموضوع، فبتخيل ان لو في ويند اكيد يستحيل تنط، ولا بتنط برضو؟ بص على حسب انت بروفيشنال قد ايه. الناس طبعا اللي هي المدنيه اللي بتنط اول جامب او عامه المدنيين اللي بينطوا، احنا عندنا بنقيس الرياح بشكل معين اللي هو مثلا كام متر على كام متر على الثانيه. فكام متر على الثانيه دي احنا بنتكلم في ان لو الرياح اكتر من 5 متر على الثانيه القفز بيتلغي، حتى لو الولاد في الطياره. يعني انا لو طلعت طياره فيها 60 شخص في الباراشوتنج والويند فوق اتقاس في منطقه الاسقاط في الدروب زون ان هو عدى ال 5 متر على الثانيه، القفز بيتلغي والطياره بترجع المطار. مفيش لا بديل، استحاله، لان الويند بيبقى اقوى بكتير من النزول على الارض. في نفس الموضوع يمكن اعلى حاجه بسيطه جدا ممكن توصل ل6 في السكاي دايفنج، بس برضو بيتلغي لو في مطر طبعا بيتلغي. لو جو في السكاي دايفنج ساقعه قوي، لان طبعا هم بيطلعوا التيتيودز عاليه بيبقى ساقعه جدا او حر قوي، فده بيتلغي برضو القفز فيه. الباراشوتنج هو بس الويند. الويند نفسه. الباراجلايدنج معتمد على الويند 100% لان انت بتبقى فوق جبل، وفي ساعتها الناس لابسه كبير وكل حاجه، بس الويند ممكن يبقى الدقيقه دي كويس، ال5 دقايق اللي بعدها بس انتوا بتقدروا بنفضل قاعدين بقى قاعدين لهم في الباراجلايدنج قاعدين على الجبل مستنيين الويند يظبط عشان الناس تطلع. طب ولو حصل حد طلع والويند اتغير، ما انت بتقولي في دقايق، ده بيحصل ساعات، بس بيبقى برضو احنا متدربين في الباراجلايدنج على ازاي نتعامل مع حاجه زي كده، لان الباراجلايدنج اسهل شويه في المانوفرنج من الباراشوتنج، لان في فرامل وتقدر تتحكم فيه، فتقدر تنزل بسلام لو الويند، ومش هيعلى فجاه يعني هو هيبدا يعلى، فعلى طول بيتقال. دايما بيكون معانا ووكي توكيز، فبيتقال على طول خلي
خلي بالكم الويند بيعلى او الويند بيتجه بيغير ابدأوا اتجاهه او اعملوا وات ايفر، كذا، ابداوا اعملوا خدوا لاندنج. الأكشنز دي. لان كمان الباراجلايدنج بننزل في اي حته، ممكن ننزل عادي جنب شارع، جنب على بحر، يعني مش بيبقى زي الباراشوتنج لازم ننزل في صحراء كبيره عشان ما فيهاش تحكم. وده يخلي الناس اللي بتسمعنا تعرف قد ايه ان السيفتي ميجرز مهمه، وان هي محسوبه حتى لو حاجه حصلت سادنلي وانت طبعا طاير. طبعا. فهو مينلي حتى كلنا عندنا المدربين ابلكيشنز للويند ماشيين بيها، يعني زي الكشافه كده ما كنا بنعرف نقيس الويند كده ازاي، فالابلكيشنز دي بنستخدمها في كل حاجه عشان نعرف في افز ولا لا، في طيارات هتطلع ولا لا. طب اتكلمنا عن الادرينالين والشغف وقد ايه اللعبه مثيره او الرياضه دي لو انت هتحترفيها هي حاجه حلوه قوي. ايه مميزات الاير سبورت ان جنرال غير موضوع الاثاره والمتعه واللذه اللي انت بتشوفيها وانت بتلعبي الرياضه دي؟ هي طبعا يعني 85% من مميزاتها هي اللي انت قلتها دي دلوقتي، الادرينالين والمتعه، وان انت بتعمل اصلا حاجه. يعني احنا دايما بنقول ان احنا نطينا من طياره، فمفيش حاجه نقدر ما نعملهاش، مفيش حاجه موجوده مش هنقدر نعملها، لان احنا خلاص اقصى فير ممكن هيحصل ايه تاني؟ مع اني بخاف من الصراصير بس دلوقتي خلاص يعني بقى في وحش لما يعدي صراصير يعني بتخاف صراصير وبتنطي بالطياره هاي بس ستيل انت بتكسر اكبر فير ممكن يكون عند البني ادم، فبتحس دايما ان انت تقدر تعمل اي حاجه. يعني ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ ده نطيت من طياره، فمفيش حاجه اسوأ، فدايما بيبقى ده حاجه مطمئنه، كسرتي حاجه بالظبط. بيجي لنا كمان ناس عندها اصلا فوبيا من الارتفاعات، عايز تكسر ده تعمل كده فعلا. الجزء التاني بقى في الباراشوتنج، دي ميزه عندنا في الباراشوتنج ان في درجات ثانويه عامه لو انت دخلت بطوله الجمهوريه التفوق الرياضي. هي رياضه فيها بطولات كل سنه، بطولتين، وفي ولاد كتير من عندنا بياخدوا درجات تفوق رياضي لما بيدخلوا بطولات وبيأدوا كويس. بس لازم يشتركوا في الاتحاد او طبعا هو بعد اول جامب على طول اوريدي بيطلع لهم كارنيهات من الاتحاد ان هو قافز مزارات. يعني يكفي ان اول جامب يعملها كتجربه حتى كهواء ان هيطلع له كارنيه ان هو قافز مزارات. بعد كده بقى عشان يدخل البطوله بيحتاج يعمل عدد معين من الاوزات، من ماكسيمم 5، وبعدين بيدخل البطوله ولو ادى فيها كويس بياخد درجات ثانويه عامه. بلس كمان برضو في جزء في الباراشوتنج وقت لو حد من الرجاله بتحب تقدم في كليه حربيه، شرطه او جيش، برضو بتبقى برايورتي ان هم بلس ان هم عملوا باراشوتنج، فبتبقى كويسه عندهم. بنطلع احنا كل النوادي بتطلع شهاده ان هو نط، والاتحاد نفسه بيطلع شهاده ان الشخص ده نط مخدومه من الاتحاد. في الكليات الحربيه بتاخد بيها كحاجه من ضمن طبعا حاجات كتير، بس بيبقى عامل سبورت يعني. بس فمينلي يعني لا في طبعا حاجات كتير جدا، او بقى ممكن حد ياخدها كارير. فطبعا هي رياضه قد ما هي مكلفه بس قد ما هي فيها عائد كمان مادي كبير. يعني قد ما انا بصرف عليها عشان ابقى مدرب، قد ما في الاخر بترد لي المردود ده. يمكن مش باراشوتنج علشان هو باراشوتنج شويه مش في مصر حاجه يعني مدعمه اكتر منها بتدخل بروفيت، بس بقيه الرياضات كلها لا طبعا. لو انا دخلت مجال التدريب اوكي هيبقى في فاينانشالي الموضوع بيبقى احسن بكتير. اوكي طب مصاعب ايه؟ طيب يعني قولي لي زي ما احنا قلنا المميزات، في اكيد حاجات يعني غير المخاطر احنا اتكلمنا عنها، بس في صعوبات بتقابل اللي بيحترفوا المهنه دي او بيحترفوا الاير سبورت. ايه اكتر مصاعب؟ كمدربين يمكن الوقت بياخد من وقتنا كتير. يعني معظمنا سواء متجوز او مش متجوز عنده ولاد او بيشتغل شغل فول تايم، لان برضو مينلي يعني مش بنشتغل الشغله دي فول تايم الا لو احنا يعني في السكاي دايفنج مثلا خلاص شغلتنا الاساسيه سكاي دايفنج، بيبقى ناس قليله جدا. بس غير كده احنا عندنا فول تايم جوبز، عندنا شركات بتاعتنا خاصه او وات ايفر، وعندنا عيله وبيت، فبياخد من وقتنا كتير جدا. التدريب بندرب وقت كبير، فده بيبقى من ضمن التشالنجز. الحاجه الثانيه بيكون السفر، برضو بنسافر كتير، سواء بنروح مطارات عشان الجامز، بنروح فتره طويله بالظبط العاصمه الاداريه عشان بنروح الاقصر، الاماكن اللي بيكون فيها السكاي دايفنج. والجو طبعا من ضمن برضو التشالنجز اللي بتواجهنا، لان احنا بنقف في الصحراء كتير جدا، سواء مستنيين الناس اللي نزلت من الطيارات، سواء قبل ما بنطلع في المطارات، فبنتحمل برضو جو صعب في كل السيزونز يعني. والبرد فوق كمان بالظبط. عشان كده يمكن دايما بيلبسوا بادي سوتس في الشتاء بالذات، علشان الالتيتيود العالي بيبقى يعني 13000 قدم مثلا، بيبقى لا الجو برد جدا اكتر من تحت بكتير سبيشالي في الشتاء. هو ممكن الباراشوت ما يفتحش مثلا؟ يعني احنا عارفين ان في سيفتي ميجر وانت اتكلمتي عن ده، بس ده وارد يعني. هل فعلا ممكن ما يفتحش؟ عايز الاجابه الحقيقيه ولا الحقيقيه؟ طبعا مش اللي حصل بس يعني الحقيقيه ممكن ما يفتحش طبعا. زي ما بقول لك، زي ما اي حاجه ممكن تحصل في يومنا الطبيعي في العربيه، ادوس فرامل ما تدوس، فاهم قصدي؟ بس ده فيري رير
لان الباراشوتس دي بتبقى مفتوحه ومتطبقه بطريقه معينه متهويه، حتى لو ما استخدمتش لمده 6 شهور مثلا او 3 شهور على حسب انهي رياضه فيهم، بتتفتح وبتتهوى وبنتاكد من سلامتها وبنقفلها تاني. فبالتالي ان ده يحصل يعني فيري 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 رير. طب خليني اسالك بقى سؤال اكستريم شويه، هل ينفع المظله الثانيه ما تفتحش؟ بص انا محتاجه بس ان احنا نفرق ما بين ان في باراشوت بيفتح لوحده وفي واحد بيفتح مانيولي، في اوتوماتيك وفي مانيوال. الباراشوتنج عامه كرياضه الباراشوت بيفتح اوتوماتيك، يعني انا بكون الباراشوت بتاعي متعلق بواير في الطياره اللي هي السي 130 دي الطياره الحربيه، وانا بعد ما بنط من 3 ل 5 ثواني الواير ده بيروح فاتح الباراشوت وطالع هو الطياره، في حبل كده صغير مربوط ما بينهم بيتقطع والباراشوت بيتفتح، فده بيتفتح اوتوماتيك. لو بقى ما فتحش اوتوماتيك، ودي بقول لك دي حاجه فيري فيري رير ما بتحصلش ابدا، انا بحتاج افتح مانيولي الباراشوت الاحتياطي اللي هو بكون متدربه على فتحه 500,000 مره في التريننج قبل كده. ده الباراشوتنج. السكاي دايفنج لا، السكاي دايفنج انا بفتح الباراشوت الاساسي اصلا لان هو فيه فري فول او سقوط حر، فانا الاول بتبسط بالظبط، فانا ببقى عارفه، بيبقى الجهاز بقى اللي هو الالتيميتر قلت لك عليه ده بيحدد لي الوقت المناسب او الالتيتيود الارتفاع المناسب اللي انا افتح فيه الباراشوت. طيب حصل حاجه وما فتحش، في بقى الجهاز اللي كنت بتكلم عليه معاك عليه اللي هو الاوتوميتد اكتيفيشن ديفايس ده، لما بيحس ان انا لو وصلت لحد 2500 قدم ولسه على سرعتي ولسه الباراشوت ما فتحش، بيبدا يحسب بسرعه 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 انا سرعتي قد ايه. لو لقاها سريعه جدا يعني معنى كده ان الشخص ده مش في وعيه او في حاجه مشكله، بتروح هي فاتحه اوتوماتيك. يعني الاحتياطي بتاعه السكاي دايفنج العكس، بتفتح اوتوماتيك، هي اللي بتفتح اوتوماتيك. يعني في الحالتين الدنيا بالظبط. وفي السكاي دايفنج والموتور والباراجلايدنج في فرامل، فانا لو حسيت في اي وقت باي مشاكل انا بقدر اتحكم بشكل كبير في يعني الباراشوتنج ما فيهوش تحكم خالص. مش بقدر اتحكم في الباراشوت بتاعي، بنزل مكان ما الطياره بتنزلني، والويند طبعا عشان كده بيبقى في صحراء. زي ما بوجهش، ما افرض الويند ودتني في حته ثانيه، ما هو عشان كده هنزل في الحته الثانيه، هتنزل في الحته الثانيه، بس عشان كده بيبقى في صحراء يعني بيبقى دروب زون كبير جدا، فهتنزل في حته في الصحراء. فمعروف ان انت مش يعني مش هتطلع من معينه، مش هتطلعي من الدروب زون بتاع او منطقه الاسقاط بتاعه الباراشوتنج. عشان كده ما فيهاش توجيه غير بسيط جدا، ممكن تحرك حاجه بسيطه جدا. لو لقيت نفسك نازل مثلا فوق شجره معينه او صبوره مثلا ده منحوس ده بالظبط. فلكن بقيه الرياضات كلها فيها تحكم، فيها فرامل، وفيها اقدر، لان كمان البطولات بتاعتها فيها بوينت حمراء مثلا في الارض انت محتاج رجلك تنزل عليها. فانت قد ايه بتبقى ففيها تحكم بالظبط، تنزل من الارتفاع ده على نقطه معينه بالظبط. فصعب قوي ان انا اروح حته مش عايزه اروحها لان فيها تحكم كبير غير الباراشوتنج. يعني ايه اكتر موقف لطيف حصل معاكي وانت بتدربي؟ هو والله موقف يعني مش عارفه ممكن نحط الفيديو بتاعه ولا لا، لازم نستأذنه، بس كان معانا احنا الرياضات دي كلها ممكن طبعا، لان برضو ده سؤال كتير بيجي لنا، ممكن نصور واحنا فوق، نصور نفسنا بجو برو او بنصور في السكاي دايفنج، في الباراجلايدنج، في الباراموتور. الباراشوتنج هو تريكي شويه لان هو رياضه عسكريه زي ما قلت لك، حتى لو مدنيين بيمارسوها فبتكون ممنوعه، بس ساعات حد ممكن من غير ما احنا ناخد بالنا بيحط معاه كاميرا موبايل مش عارف ايه في جيبه وما حدش بياخد باله. يعني هو طبعا في المطار بيكون في تفتيش في المطار الحربي، بس ساعات بتعدي، ما هو برضو الناس بتبقى يعني ساعات بيعرفوا يخبوا. دي مشكله، هي مشكله واحد بينط ويفكر يطلع موبايل يصور، ما هي دي البوينت، بس برضو بيبقى بيعمل حاجه كبيره قوي فبيبقى عايز يوثقها، فالناس برضو احنا مش بنغلس عليهم قوي بصراحه في الحته دي. يا قلبه. فولد مره من المرات فهو واخد الموبايل بتاعه معاه وبيصور نفسه فمامته اتصلت فهو عايز يصور، فهو عماله تتصل وهو بيكنسل عشان يصور، بتقطع له الفيديو فراح ردت عليها ايوه يا ماما ده كان معاه جو برو كمان، هو كان معاه موبايل وجو برو، يعني كان مطلع الاثنين، فهو الجو برو مطلعه ايوه يا ماما انا في الجو يا ماما لا وانتوا طايرين رد عليها وهو في الجو لوحده في الباراشوت. لا احنا شفنا بقى طبعا الكلام ده على الجو برو بعدين، يا ماما اقفلي انا في الجو يا نهار ابيض والله العظيم. فطبعا احنا لما يعني شفنا ده لو في السكاي دايف اكيد كان راح فيها، لان ده مش هيفتكر يفتح الباراشوت، كان هيستنى بقى مثلا يعني مثلا هو الولد بصراحه كان قلبه جامد يعني وكان مركز كويس ونزل حلو وكله، بس ستيل يعني ده كان موقف بالنسبه لنا، يعني بيرد على مامته وهو طاير نازل بباراشوت. الناس بتخاف اصلا من فكره القفز بالمظلات وهو بيكلم مامته في التليفون وبيكلم مامته سيبيني اصور بقى، سيبيني اركز واصور. في مواقف صعبه واجهتي قبل كده موقف فعلا مش هقول لك قلقتي، بس كان في خوف كتير او انت حسيتي ان الموضوع سيريس او ممكن يقلب
وابتديتي تركزي؟ بص كان في يعني بيحصل الموقف ده بيحصل كتير ساعات، هو بيكون في خطر شويه لو الباراشوت فتح والشخص فتح كمان الاحتياطي. ساعات من التوتر الباراشوت بيبقى هنا عند بطننا، اوكي. فساعات بيروحوا شادين الاحتياطي، بيحسوا ان هو ما فتحش او ما اعرفش بيحصل اه الثلاث اه لخمس ثواني الاولانيين بيفتحوا دول الاتنين مع بيحسوهم بعض. طويل قوي، فبيفتحوا اوه الاثنين مع بعض. فده بيكون شويه خطر على الشخص، لان هو بيبدا واحده توديه كده واحده توديه كده، فبيبدا يتحرك، فمش اه بيعرف ينزل السقطه اللي احنا قلنا عليها دي كويس. حلو. فاحنا لما بنشوف المنظر ده في الجو، حتى لو مش ولادنا يعني احنا بنبقى عارفين بالعدد، بنعد 1 2 كام 3، احنا باراشوت؟ مثلا من 10 ل 25 دول بتوعي انا اللي مدرباهم، فببقى عارفه. بس حتى لو رقم واحد فتح فبنبقى خلاص بننسى كل حاجه وبنفضل مركزين مع الشخص ده لحد ما بينزل. اول ما بيوصل الارض بنتحرك على طول عليه بعربيات عشان نتاكد ان هو كويس ما حصلوش حاجه، نازل كويس وكل حاجه. فدي من المواقف الصعبه بتاعت زينا كمدربين. الجزء التاني لما حد بقى من فرقي انا اللي بدربها بيتصاب، بيحصل قليل وبيحصل بسبب كده ان احنا كان عندي قبل كده خلع في رجلي 50 مره ومش قايل في الانكل، فطبيعي لما هنزل على رجلي هيحصل هو لي نفسه اللي اصابه. ما بيقولش ايه اللي بالظبط. عنده. عندي القلب اصلا عندي مشكله في القلب ومش قايل، فطبيعي هنزل ممكن مع الادرينالين مع الجامد الخوف والستريس مع والنط والسقطه والحاجات دي كلها برضو بيحصل مشاكل. احنا بيبقى معانا بيناكيولرز كده مكبره بنبص على ولادنا لما بينزلوا، فلما دايما احنا معلمينهم اول ما ينزلوا لازم يقفوا على طول ويلفوا حوالين الباراشوت عشان ما يملاش هوا تاني. فلما بنلاقي حد نزل وما وقفش بنبقى خايفين يكون حصل له حاجه، يعني ممكن يكونوا نزلوا بس من كتر ما مبسوطين قاعدين بقى بيستجموا، بعد ما بنوصل بيحصل الموقف زي ده. بس بتبقى توتر رهيب للمدربين، بنبقى دايما نقول لهم انزلوا اقفوا على طول نشوفكم وخلاص، اعملوا اللي انتوا عايزينه بس نشوفكم وقفتوا، عشان بيبقوا بعيد عننا جدا يعني منطقه الاسقاط كبيره. انتوا بتنزلوش معاهم، انتوا بيبقى حد يعني مثلا احنا كنا مثلا في اسكندريه 3 مدربين، كل قفزه بينزل مدرب منهم والاثنين بيبقوا على الارض التانيين، لان ده الاهم يعني الاهم ان احنا نبقى مستنيينهم على الارض علشان لو في اي مشاكل نحلها. بتبقى قليله جدا بس ساعات بتحصل ان احنا بقى نطلع من هناك لو حصل اي اصابه على مستشفى بالباص كله، ان حد يتردد في النزول من الطياره اصلا فوق. كنت لسه هسألك في حد مثلا بيبقى جاي على اخر لحظه ويرجع، والعلمك دول بيبقوا اكتر ناس شجعان وعاملين بيجوا على باب الطياره ويترددوا. طبعا احنا يعني في الباراشوت بيبقى عندك 30 ثانيه عشان تنزل الناس كلها، 30 واحد بينزلوا في 30 ثانيه، فما عندكش غير ثانيه، فما ينفعش تضيع وقت اللي بعدي عشان الطياره تطلع من الدروب زون. يلا انت فبقى بنزق 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 بنزق، لو حد تردد بيروح جاي على جنب ومكمل، في الاخر خالص بنقول له هتنزل، لو ما بينزلش بيرجع الموتور تاني. بس ده بيحصل قليل، الناس بتبقى عندها بس عايزه بس البوش الاولانيه. بس حصلت، بس لقيت في ناس كتير بتتردد طبعا على بتحصل كتير على اخر لحظه، ولو هم مترددين خلاص جالهم بانيك بنرجعهم عادي جدا مع الطياره، بترجع الموتور وبنرجع ناخدهم من الموتور تاني. مفيش اي تدخل في الهواء يعني لو في حاجه حصلت انت شفتيها حصلت في اثناء السقوط ما كنتيش تتدخلي في الهواء، ولا لازم يتدخلي يا فوق يا تحت؟ لا في السكاي دايفنج ممكن طبعا، في الانستراكتورز ممكن يسرعوا، يعني هو مثلا نزل بعده او لسه في الطياره بينزل اسرع شويه عشان يلحق الشخص ده. لكن في الباراشوتنج للاسف لا، لان هي اصلا كل المده من 30 ل 60 ثانيه، اللي هي من ساعه ما انزل من الطياره لحد ما اوصل الارض، فمفيش مجال ولا حد يقدر يعمل حاجه لو بس احنا بنكون متدربين على كل المواقف. فعمر ما حصل ان حد كان محتاج حاجه في الجو ومحتاج حد يروح له، يعني هو لا، يعني دايما بيعرفوا يتصرفوا مع المواقف، حتى لو الاثنين باراشوت فتحوا بيعرفوا بيبقوا متدربين عليها كتير قبلها. ثانك يو يا ندى، وشرفتيني، ويا رب كده حلقه تكسر الدنيا وناس كتير اكيد هتبقى مهتمه بالتوبيك ده. وثانك يو سو ماتش، شرفتيني. ثانك يو احمد، بجد الحلقه كانت جميله وبسطت جدا جدا، واتمنى تكون اقتنعت ان احنا لينا في حاجات تانية غير المطبخ. لا بعد ده اكيد بعترف، يعني اللي يعمل اللي بتعمليه ده لازم يكون بيعرف يعمل محشي يعني. شكرا ميرسي احمد، شكرا ليك.